حرامي بمجرد ما حس إن الدنيا بدأت تضيق عليه وإن لعبته ممكن تتكشف في أي لحظة قرر يعمل حاجة أخطر بكتير من السرقة. قرر يعمل عصابة من أهل بيته نفسهم ويجر رجلهم معاه في الشغلانة. لو نجحت هتنقلهم من الفقر والمرمطة لعيشة ما كانوش يحلموا بيها حتى في الخيال. إيه بقى هي الخطة وإزاي أب جر مراته وعياله كلهم في لعبة كبيرة بالشكل دوت؟ وهل فعلا كان بيعمل كل ده علشان يأمن مستقبلهم ولا كان بيضحك على نفسه قبل ما يضحك على الناس؟ الحكاية كلها نعرفها سوا، بس يا ريت في البداية نصلي على النبي ويا ريت ما تنساش تعمل لايك على الفيديو لأنه بيفرق معايا جدا. ويلا بينا. بدايتنا مع عيلة دياب الهباش وهم داخلين فرح ناس سؤال في البلد، لكنهم ما كانوش رايحين يفرحوا ولا يباركوا، دول كانوا داخلين بمهمة محددة، والمهمة ديت هدفها واحد بس: يقلبوا شبكة العروسة من غير ما حد ياخد باله. ومن هنا بدأت الخطة اللي اتفقوا عليها. أول واحدة بدأت التنفيذ كانت نجلاء مراد، واللي فجأة فضلت تصرخ في وسط الفرح كأن حد قلبها أو عمل لها حاجة. فطبيعي جدا كل اللي في الفرح اتلموا حواليها، واحد بيهديها وواحد بيديها فلوس وواحد بيقول لها يا ساتر يا رب هو ايه اللي حصل. لكن الحقيقة ان كل اللي كانت بتعمله دوت ما كانش غير تمويه علشان تشغل الناس كلها، وفي نفس اللحظة ديت ابنها يكون بيسحب الشبكة والدهب من غير ما حد ياخد باله. بالفعل الخطة مشيت زي السكينة في الحلاوة، والمصلحة كانت قربت تتقضي على أكمل وجه. بس في آخر لحظة اللي ما كانوش عاملين حسابه إن ممكن حد يكشفهم بسرعة بالشكل دوت كان أبو العروسة بذات نفسه. الراجل طلع على المسرح فجأة ورفع صوته قدام الناس كلها وقال الظاهر كده ان في حد ابن حرام لعب في الشبكه بتاع بنتي، ومن اللحظه ديت محدش هيخرج من هنا غير لما نفتش الكل. وهنا بقى الدنيا اسودت في وشهم. في عز الورطه ديت ظهر دياب الهباش فجاه، لكن مش بشخصيته الحقيقيه. ده دخل وكان عامل نفسه ضابط وجاي بيرفع البصمات ويقبض على المشتبه فيهم. والحقيقه ان كل التمثيليه ديت كانت معموله مخصوص علشان يعرف يخرج مراته وعياله من الفرح قبل ما يتفتشوا وقبل ما كلهم يروحوا في 60 داهية. وفعلا عرف يسلكهم ويخرجهم، لكن أول ما رجعوا البيت نزل فيهم ضرب. فضل يزعق لهم ويقول لهم لو ما كنتش لحقتكم على آخر لحظة كان زمانكم دلوقتي مرميين في السجن. لكن بدل ما مراته تسكت قامت زعقت فيه وقالت له بمنتهى الوضوح هم يعني هيجيبوه من بره، ما تبقاش انت خاربها وتيجي في الاخر تركبنا الغلط. وفي ثانيه البيت قلب خناقه وكل واحد بيطلع اللي جواه. من بعد اللي حصل في الفرح بقى اهل المنطقه عرفوا اللعبه، وبقى كل ما يشوفوا دياب او مراته او عياله يقعدوا يتكلموا عليهم ويعايروهم. ودياب رغم انه نصاب وحرامي الا انه ما كانش بيقبل حد يجيب سيره مراته وعياله، لدرجه ان اي حد كان بيلمح باي كلمه عليهم كان بيمسكه وبيبهدله. لكن رغم انه كان بيحاول يدافع عنهم الا ان كلام الناس فضل في دماغه وخلاه يفكر في طريقه يخرج بيها من السكه دي كلها، وفي نفس الوقت يضمن ان عياله ما يتهانوش من بعده. وهنا بدات بقى الخطه الكبيره. دياب رجع البيت وقعد مع مراته يتكلم معاها شويه عن الحمل اللي شايله فوق دماغه وعن خوفه من اليوم اللي هيموت فيه ويسيب عياله يتبهدلوا في الشارع. وبعدين بص لها وقال لها بصراحه انا قررت اننا مش هنسرق تاني، احنا هننصب بس. وبعدين كمل بمنتهى الثقه بس هتبقى نصبايا من العيار التقيل، ومنها نأمن مستقبل عيالنا ومنها تبقى شغلانة شريفة ناكل منها لقمة حلال. وبعدها على طول لم عياله حواليه وبدأ يرسم لهم الخطة الجديدة. الهدف بقى المرة دي ما كانش فرح ولا شبكة، الهدف كان فيلا كبيرة أصحابها ناس أغنياء جدا وعايشين في مستوى تاني خالص لو دخلوا فيه صح هيقلب حياتهم كلها. ومن هنا دياب بدأ يراقب الفيلا من بعيد، يراقب مين داخل ومين خارج ومين صاحب البيت ومين الست ومين الأولاد ومين الخدم اللي موجود جوه وايه النقط الضعيفة اللي يقدر يخش منها. ولما جمع المعلومات دي كلها وبقى عارف عنهم كل حاجة قرر انه يبدأ ينفذ. اول مهمة مسكها لمراته نجلاء لانه عارف ان ايديها خفيفة وتقدر تسرق اي حاجة، فخلاها هي اللي تسلك مفاتيح عربية صاحبة الفيلا. وبكده قرر يمهد لنفسه الطريق عشان يقدر يدخل حياتهم صح. وبالفعل بعد ما اخد المفتاح ظهر في التوقيت الصح وعمل نفسه راجل محترم وطيب، وشاف صاحبة الفيلا وابنها متبهدلين فعرض عليهم يوصلهم بعربيته خدمة لوجه الله. وهنا طبعا صاحبة الفيلا ما كانتش تعرف حاجة، اعتبرته راجل ابن حلال ووثقت فيه من اول مرة. لكن المفاجأة اللي ما كانتش على البال ولا الخاطر ان جارهم كان ظابط، وده معناه ان اي حركة غلط ممكن توديهم كلهم في 60 داهية. بس دياب قرر يدوس في الخطة ويكمل. بعد ما وصل الست لحد باب الفيلا اتفاجئ انها بتعرض عليه يشتغل سواق عندهم لأنها شايفاه إنسان محترم وشهم وجدع وما سابهاش تتبهدل في الطريق. ودياب ساعتها كان مش مصدق نفسه لأن كده هو حط رجله جوه البيت حرفيا، وبقت الخطة كلها أسهل بكتير. وأول ما خرج كلم مراته يفرحها وقال لها إنه خلاص دخل أول باب في اللعبة الكبيرة. ولما رجع البيت لقي مراته وعياله مستنيينه وبيحتفلوا بالإنجاز العظيم اللي هو عمله وكأنهم عملوا اللي ما يتعملش، مش داخلين نصبايا. ومن اللحظة دي بقى قرروا يبقوا إيد واحدة وما يتفرقوش عن بعض مهما حصل، واتفقوا على حاجة مهمة أوي إن كل واحد فيهم هيكون له دور جوه الفيلا
بس ممنوع أي حد يعرف إنهم قرايب. بعد ما دياب ثبت نفسه كسواق بدأ يقرب من أهل الفيلا واحد ورا التاني لحد ما ادوله الأمان وبقى يحكوا له أسرارهم ويتعاملوا معاه كأنه واحد منهم، ومعاملة محترمة وأكل وشرب وتقدير ومش مخلينه محتاج أي حاجة. دياب بقى قال لنفسه طيب ما دام أنا دخلت لازم أدخل العيال كمان، ومن هنا خلى صاحب الفيلا بنفسه يطلب منه إن هو يجيب حد موسيقار يدرب بنتهم على العزف. طبعا دياب استغل الفرصة ودخل ابنه. المصيبة بقى إن ابنه أصلا ما يعرفش حاجة عن الموسيقى، فأول ما بدأ يدربها بقى يخبط يمين وشمال، وبنتهم طبعا في دماغها إن هو عبقري وبيستخدم طريقة تعليم غير تقليدية. يعني من الآخر النصب بقى فن. دياب ما اكتفاش بابنه، قال لك لازم أجيب الباقيين، ومن هنا استغل فرصة إن أهل الفيلا كانوا بيدوروا على مدرسة لابنهم لأن مستواه الدراسي في النازل، فقام قال لهم إن هو يعرف معيدة جامعية كويسة وهتنقل مستوى الولد حتة تانية. وبعدين رجع البيت واتفق مع أخته اللي هي تبقى بنت دياب إن هي اللي هتقوم بالمهمة، لكن المشكلة إن تعليمها أصلا على قدها ويا دوب بتعرف تكتب وتقرأ بالعافية، فطبيعي إنها خافت وقالت إن دي مسؤولية كبيرة وإن الغلطة ممكن تبقى بفورة. لكن دياب فضل يغريها بالفلوس ويفهمها إن دي فرصة ما تتعوضش، وإنها أخيرا هتعيش العيشة اللي كانت طول عمرها بتحلم بيها. وفي الآخر طبعا بتوافق، وطبعا راحت الفيلا ولبست أحسن لبس عندها علشان تبان قدامهم إن هي من نفس مستواهم، وفعلا صدقوها وبقوا سايبين لها ابنهم وهم مطمنين. لما دياب شاف إن الدنيا كده ماشية كويس وإن أصحاب الفيلا نفسهم بدأوا يثقوا فيه، قال لنفسه إن دي أنسب لحظة إن هو يدخل مراته، ومن هنا قدم نجلاء ليهم على إنها ست محترمة وجاية تساعدهم في شغل البيت، وده طبعا بعد ما رسم خطة إنه يخلي المساعدة القديمة تمشي. وفعلا نجلاء دخلت وبقت واحدة من ضمن البيت، وأول ما بدأت فهمت صاحبة الفيلا إنها تقدر تشيل البيت كله لوحدها وتخليه مش ناقص أي حاجة. وصاحبة الفيلا ما صدقت إنها لقيت واحدة شاطرة كده وقالت لها من بكرة تبدأي معانا رسمي. في اللحظة ديت العيلة كلها دخلت جوه الفيلا، وفي وسط كل دوت دياب شاف جارهم اللي شغال في الداخلية واقف بيدي وردة لبنته وبيحاول يقرب منها. في اللحظة ديت طبعا بيتعصب جدا عليها وكان هيقوم يمسك فيه ويديله علقة محترمة علشان بيقرب من بنته، لكن في آخر لحظة الراجل نحي نفسه ومشي. ودياب طبعا ما سكتش، وأول ما اختفى راح شد بنته وقعد يحقق معاها وما هديش غير لما فضلت تقنعه وإن مفيش بينهم أي حاجة وإن الموضوع كله مش زي ما هو فاكر. أما مامتها فكان عندها خوف كبير إن يكون الراجل دوت أصلا بدأ يشك فيهم وبيقرب من البنت مش حبا فيها بس علشان يجيب من وراها خيط يقدر يوصل لهم بيه. عشان كده قالت لها خلي عينك في وسط راسك وما تتخدعيش بكلامه ولا تمشي وراه غير لما تتأكدي إن هو نيته خير. في نفس الوقت دوت كريم ابن دياب بدأ يقرب من بنت أهل الفيلا اللي هو بيدربها عزف رغم إنه أصلا نصاب مش موسيقار، وبعد فترة اعترف لها بحبه وقال لها بصراحة إنه من أول ما شافها وهو حبها من أول نظرة، لكن مشكلته إن هو خايف يترفض. طب هو خايف يترفض ليه؟ لأنه هو مش ناسي أصله وعارف كويس هو ابن مين وهي تبقى بنت مين. أما هي فمن وجهة نظرها إن هو عريس لقطة موسيقار وشيك ومحترم ومثقف وعنده حضور وهيبة، لكن هو من جواه كان بيجلد في نفسه كل يوم لأنه عارف إن كل اللي هي شايفاه فيه كذبة كبيرة. وده اللي خلاه مش قادر يصارحها بالحقيقة ولا قادر يبعد عنها ولا حتى قادر يتقدم لها لأنه أصلا عارف إنه مش هيقدر على طلباتهم. وفي لحظة ضعف باباه قعد معاه وقال له كلمة أثرت فيه جدا، قال له إن الفقر عمره ما كان عيب، مش مهم تبقى عظيم المهم تبقى محبوب. ومن الواضح كده إن الكلام دوت كان أول مرة يخليه يحس إنه بني آدم مش مجرد واحد في فريق بينصب على ناس تانية. وفي نفس الوقت دوت صاحبة الفيلا بدأت تنبهر جدا بنجلاء وشطارتها في البيت وخصوصا في المطبخ. ونجلاء قالت لها الست ما بتحسش بأنوثتها غير وهي في المطبخ وبتشم ريحة عمايل إيديها. الجملة ديّة قلّبت على صاحبة البيت المواجع، لإنها حست فجأة إن حياتها ناقصة حاجات كتير، وإن طول عمرها عايشة وسط رفاهية، لكن يمكن ما عاشتش دفء البيت الحقيقي. وده غير إن علاقتها بجوزها كانت أصلًا متوترة وعلى طول في خناق، لإنه سايب لها البيت والعيال وكل الحمل على دماغها هي، وشايل إيده من كل حاجة. فجأة جوزها قرر يصلح كل اللي فات وقال لها إن هو ياخدها هي والأولاد ويسافروا ويغيروا جو، وفي ثانية كانوا بيجهزوا شنطهم وبيستعدوا للسفر. وقبل ما يمشوا صاحبة الفيلا فضلت توصي نجلاء على البيت وعلى الشغالين وعلى كل تفصيلة فيه، لكن لأن كل شغالين أصلا فالنتيجة كانت إن هم بقوا واخدين راحتهم في الفيلا وعايشين حياتهم كأن الفيلا فيلتهم، رغم إن هم بقوا عايشين في عز وأكل وشرب وراحة. إلا إن نجلاء بدأت تقلق لأنها كانت خايفة إن عيالها يتعودوا على عيشة الأغنياء ديت وفي الآخر يرجعوا للفقر تاني وما يعرفوش يعيشوا. بس دياب كان بيهون عليها وبيقول لها سيبيهم يتبسطوا ويعيشوا لهم كام يوم وربنا يقدرني وابني لهم بيت زي دوت في يوم من الأيام. من هنا بقى نجلاء بدأت تهدى شوية وتتأقلم مع الحياة الجديدة لحد ما الكارثة خبطت على الباب في يوم وهم كلهم قاعدين في الفيلا اتفاجئوا بجرس الباب بيرن. في نفس اللحظة دي دياب جاله اتصال من واحد من أهل منطقته بيقول له إن هو جاي له في مسألة حياة أو موت. وأول ما فتح الباب اكتشف إن الراجل دوت طمعان في الفيلا ومستكتر على مراته وعياله إن هم يعيشوا العيشة ديت وهم أصلا مش لاقيين ياكلوا.
ومن هنا قرر إن هو ينتهز الفرصة، وكان ناوي يخبط في الحلل ويفضحهم ويقول لأصحاب الفيلا إن الناس اللي عندهم دولة شوية نصابين وبيعملوا عليهم نصبايا. ومش أول مرة يعملوها، بس نجلاء طلعت له بسرعة وبدأت تتكلم معاه من تحت لتحت وتفهمه إن هم هنا بيشتغلوا بلقمتهم ومش ناويين يسرقوا حد. لكن الراجل ما كانش باقي على حاجة وقال لهم بمنتهى الوضوح إن هو مش هيمشي من المكان دوت غير لما يقلبوا. وفي عز الخناقة ديت ظهر شخصية تانية قلبت الدنيا أكتر وأكتر، المساعدة القديمة اللي دياب كان خلص منها بالطريقة علشان يقدر يجيب مراته في الوقت دوت. الست دي بقى كانت راجعة الفيلا بنية إن هي تقشطها هي كمان وبرضه تاخد كل حاجة في الفيلا. ولما شافت اللي بيحصل طلعت الموبايل وصورتهم صوت وصورة وبدأت تهددهم إن هي تبعت الفيديو دوت لأصحاب الفيلا وتكشف لهم إن هم اتضحك عليهم من شوية نصابين بيعملوا عليهم نصبايا. دياب حاول يرد عليها بنفس السلاح وهددها إن هو كمان هيصورها وهي بتسرق ويفضحها. لكن اللي حصل بعد كده خرج الموضوع كله من مجرد نصب ودخلهم في جريمة كاملة. المساعدة القديمة ما كانش فارق معاها حد وقامت داخلة تلم الذهب والمجوهرات وكانت لسه هتهرب بيهم، لكن الراجل اللي من منطقتهم دخل يبتزهم شافها وهي هتمشي بالشنطة فمسك فيها ومرضيش يسيبها تخلع بالذهب اللي معاها وشد من هنا على شد من هنا خبطها خبطة قوية في بطنها وخلص عليها. في اللحظة ديت دياب أول ما شاف المنظر دوت فقد أعصابه وقام نازل في الراجل ضرب لحد ما خلاه هو كمان يفقد الوعي. وهنا بقى العيلة كلها اتورطت في الحكاية. في نفس اللحظة دي بقى رن تليفون نجلاء ولقيت صاحبة الفيلا بتقول لها إن إحنا جايين في الطريق حضري الأكل. يعني ببساطة أصحاب البيت راجعين حالا وفي البيت دلوقتي واحدة مقتولة أو شبه مقتولة وواحد مغمي عليه ومش عارفين هو ميت ولا لسه فيه الروح وبيت مليان آثار جريمة. وطبعا ما بقوش عارفين يتصرفوا إزاي. من هنا قرروا يخفوا الاتنين عن الأنظار مؤقتا لحد ما يعرفوا يتصرفوا إزاي وكل واحد فيهم أخد مهمة. كل دوت طبعا قبل ما أصحاب الفيلا يوصلوا. وفعلا قدروا في آخر لحظة يسيطروا على الموقف جزئيا، لكن من جواهم طبعا كانوا لسه خايفين. الغريب بقى إن الحياة كملت كأن ولا حاجة حصلت أصلا. بل والأسوأ إن بنت أهل الفيلا بعتت رسالة لكريم وقالت له بالظبط وحشتني عايزاك تيجي عيد ميلاد أخويا بكرة. في نفس الوقت دوت أمها كانت بتقول لنجلاء إن هي تجهز البيت لأن عندهم حفلة عيد ميلاد. يعني باختصار العيلة ديت مضطرة تكمل التمثيلية للآخر وكأن كل حاجة تمام رغم إن من جواهم متبهدلين نفسيا من اللي حصل ومش مستوعبين إزاي الأمور وصلت بيهم للمرحلة ديّة. والأصعب من كل ده بقى إن هُم لمّا رجعوا بيتهم القديم لقيوه غرقان بسبب الشتا، وما بقاش ينفع يرجعوا يسكنوا فيه تاني. يعني لا هُم عرفوا يرجعوا لحياتهم القديمة ولا هُم قادرين يعيشوا الحياة الجديدة براحتهم. يوم الحفلة بقى اليوم اللي اتفاجئوا فيه إن كل معارفهم تقريبًا معزومين، وساعتها بقوا حرفيًا نفسهم الأرض تنشق وتبلعهم قبل ما حد يكتشفهم. في نفس الوقت ولاء بنت دياب كانت في لحظة رومانسية مع جارهم اللي شغال في الداخلية وقال لها بصراحة أنا أول مرة في حياتي أحس إني مشدود لواحدة بالشكل دوت وبصراحة كده أنا بحبك. لكن المشكلة إنها ما كانتش تقدر تعرفه على أبوها لأنه لو شافه هيكتشف إن أبوها هو نفسه السواق اللي شغال عند أهل الفيلا. فاضطرت إن هي تكذب عليه وتقول له إن أبوها مسافر ومش هيقدر يقابله. يعني حتى الحب كان داخل في النصبايا. وفي الوقت اللي كلهم فاكرين فيه إن الورطة هتعدي على خير دياب اتفاجئ بحاجة ما كانتش في الحسبان خالص. الراجل اللي كانوا مكتفينه ومغمى عليه بعد الخناقة القديمة فاق ورجع، لكن المرة دي جايب عصابته معاه وهجموا على الحفلة وفي ثواني الحفلة كلها اتقلبت والناس جريت والدنيا ولعت على الآخر. الأخطر بقى من كل دوت إن أهل الفيلا اكتشفوا إن ابنهم اختفى. يعني العصابة خطفوا الواد. في اللحظة ديت دياب مفكرش في نفسه ولا في خطته، وأول ما عرف إن الواد اتخطف جري ورا العصابة واللي عرف يلحقه نزل فيه ضرب لحد ما عرف منهم مكان اللي خطف الواد. ومن هنا طلع على المكان اللي الواد فيه ولقي نفس الراجل مستنيه هناك ومش ناوي يسيب الواد غير لما يستولى على أملاك أهله وياخد كل حاجة وراهم وقدامهم. بس دياب المرة دي ما سمحلوش ينفذ خطته وقام ماسك فيه ودخلوا في مواجهة أخيرة لحد ما الشرطة وصلت. ومن ضمن الضباط اللي وصلوا كان الرائد اللي كان ناوي يتقدم لولاء. ومن هنا كل حاجة اتكشفت. بعد ما الأمور هديت بقى الراجل اللي خطفه كشف اللعبة كلها وقال لأهل الفيلا إن دياب وعيلته دخلوا حياتهم بنصبايا كبيرة وإن كل واحد فيهم كان داخل البيت بشخصية مزيفة. وساعتها أهل الفيلا اكتشفوا إن السواق مش سواق وإن الموسيقار مش موسيقار وإن المدرسة مش مدرسة حتى الخدامة مش خدامة وكلهم أصلا يبقوا عيلة واحدة. يعني باختصار كانوا عايشين وسط عصابة كاملة من غير ما يعرفوا. بس دياب لأول مرة تقريبا وقف وقال الحقيقة زي ما هي وقال لهم إن هو صحيح غلط وصحيح نصب وصحيح دخل حياتهم بكذب، لكن نيته في الآخر كانت إن هو يأمن مستقبل عياله ويأكلهم عيشة بالحلال على طريقته هو. وطبعا الجملة ديت فيها حاجة مختلفة لأن الراجل حرفيا بيشرح النصب على إنه مشروع شريف. في المشهد الأخير بقى أهل الفيلا ورغم كل اللي حصل ورغم إنهم بتضحك عليهم
ورغم الكارثة اللي عاشت معاهم في بيتهم اتعاطفوا مع دياب وعيلته وقرروا يتنازلوا عن المحضر اللي كانوا مقدمينه ضدهم. مش كده وبس، خلوهم يرجعوا يشتغلوا معاهم في الفيلا من جديد. ودي بتكون نهاية الفيلم. أتمنى لو الملخص عجبك متنساش اللايك والاشتراك في القناة، ولو عندك أي ملاحظات على الفيديو يا ريت تكتبها لنا بتعليقات عشان نقدر نحسنه خلال الملخصات الجاية. والسلام عليكم.